هيا صباح الخير والعافية. أنا دخلت التعليقات حق المنشورات والفيديوهات اللي نشرتها أنا، تعليقات غثتني ووجعتني، وأنظريت كنت مدعمم، قهرتكم بالله معكم أقول كنت مدعمم، ولكن هذا الكلام من واحد راسلني واتصل بي اتصال من القاهرة، واحد من بين الخبراء هؤلاء ذي كانوا مع علي عنبه، وحلف لي يمين إنه مات واحد صاحبهم في القاهرة ونقلوه بهذا الباص خاص بنقل الموتى، يعني فلوس، فهمتوا؟ وهذا الباص الثاني بنقل الموتى، وقال لي حسين محب هو الوحيد اللي اعترض على نقل جثة الفنان علي عنبه فوق هذا البيجو. واحد بينهم قال ما بلا فوق هذا، يعني يلا الحاصل قد اهله بيجينا ونشتين، يلا اقطبوا فصلوا لا عاد تتنقحوا ما معانا الا الحاصل وكعفهم وخلاهم حملوه فوق هذا البيجو، فهمتوا؟ هذا كلام من مصدر ثقه من واحد من بينهم. مع السلامه، دحين فتحتوا يا كتالي عيب، فهموا كلام بقروش بزارتك، خاصة في مصر بزارتك تسوي ذي في راسك. مع السلامة. حسين محب قال لهم غيروا المكتب، والله ما يركب، ما نطلع الجثة لا فوق سيارة نظيفة تليق به. واحد منهم داشر قال ما بالله ولا هذا، يلا يا رجال، يعني عمد القروش يشتي. مع السلامة. ما بيجي مع الصلاة، ما جبنا الفنانين نكبرنا وحرزي، ما يجي الا 3000 دولار. هذا علي عنبه احلى فنان، والله انه احلى فنان، والله تخالف مع الكبير، تخالف مع الصغير، تخالف مع ياجي، مع الكبير، مع الصغير، مع المسكين، ما يقول ما يجي. الشعب اول فنان يجيب 5000 دولار 6000، ما بتضحكوا لا بالدولار.